الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا وإمامنا وقدوتنا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالضيف والحضور الكريم السيد وكيل ملك لدى هذه المحكمة الابتدائية، السيد رئيس مصلحة كتابة هذه النيابة العامة، السادة النواب وأطر وهيئة كتابة هذه الضبط ومستخدميها ورجال الإعلام كذلك. نرحب بكم في هذا الحفل الذي ننظمه اليوم تكريما واعترافا بمجهوداتكم وتضحياتكم المبذولة في غير خدمة المرفق العام. الحضور الكريم، إن هذا التكريم هو أقل ما يمكن تقديمه لكم على ما بذلتموه من مجهودات كل من موقعه ومن المهمة المكلف بها في سبيل تحقيق النجاعة القضائية خدمة للمرتفقين وللعدالة. فأنتم الجنود المجندين وراء كل نجاح يحققه المسؤول القضائي. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بخالص عبارات الشكر والتقدير، متمنيا لكم بالمزيد من التألق والنجاح في مسيرتكم المهنية. فبكم نرتقي، فلكم مني كامل التقدير والاحترام. غنبدا الكلمه ديالتي من حيث انتهيتم. سبحان الله. هنيئا للسيد الوكيل الملك وهنيئا للسيد رئيس المصلحه على هذه المبادره الطيبه التي ادخلتم فيها الفرح والسرور. فحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله، ماذا قال؟ سرور تدخله على مسلم. فاليوم كلنا دخلنا السرور وفرحه تتويج اخواتنا واخواننا الحمد لله بدون تمييز بدون عنصريه. بالعكس كانت هذه المبادره الطيبه ديال القرعه ولا هكا فيها اضفاء للمفاجاه وفيها الحب الحقيقي اننا الحمد لله كنا اخوت. اللهم لك الحمد. فيا ربي ادمها محبه بيننا ان شاء الله. اليوم كما تشاهدون على مستوى المحكمة الابتدائية وخصوصا على مستوى النيابة العامة كان هناك حفل تكريم، يعني حفل تكريم للسادة النواب وأطر وهيئة كتابة الضبط ومستخدميها، جاء نتيجة المجهودات المبذولة التي يقدموها من أجل يعني تقريب الإدارة من المواطن، وكذلك من أجل تطوير هذا المرفق، وذلك تكريسا لثقافة الاعتراف بالجميل. يعني ارتأت هذه النيابة العامة يعني تقديم عدة جوائز واستحقاقات على السادة النواب كما شاهدتم، وكذلك على السادة أطر هذه النيابة العامة ومستخدميها. ومن هذا المنبر أشكر السيد وكيل الملك يعني منذ توليه المسؤولية على تقديم أفضل لهذا المرفق من خلال يعني توجيهاته ومن خلال كذلك يعني تنسيقه بين عدة الشعب، وذلك تكريسا لتقريب الإدارة من المواطن. كذلك أشكر هيئة كتابة الضبط يعني على المجهودات المبذولة، يعني مجهودات مبذولة طوال النهار، يعني كذلك من خلال الشعب يعني عدة شعب نلاحظ أن هنا موظفين يقدمون خدمات جليلة، وذلك تكريسا لتقريب الإدارة المواطن وتكريسا يعني لتطوير مرفق العدالة والصالح العام. وشكرا.